اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نشارك معكم دبارة رمضانية جديدة، وصفات سهلين وبنين برشا. المنيو متاعنا باش يكون تونسي 100%. باش نعملوا فيه شوربة مفورة بالدجاج، سلطة تونسية، طاجين بالريقوتا والسبناخ، وباش نحضروا كريم ديسير نوازيت حتى هي تونسية. بالنسبة للشوربة عملت شوربة قمح شاركتها معاكم في الفيديو اللي فات، طيبت شوربة متاع نهارين. إذا كان تحبوا تشوفوا الفيديو تو نخلي لكم الرابط متاعه في أول تعليق. إن شاء الله الفيديو يفيدكم وتاخذوا منه أفكار، وإذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم. وتوا نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا المكونات وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا خديت زوز طناجر في نفس الوقت. الطنجرة الأولى باش نطيبوا فيها شوربة مفورة، صبيت فيها شوية زيت نباتي. والطنجرة الثانية باش نحضروا فيها التختوخ متاع الطاجين، صبيت فيها حتى هي شوية زيت أقل كمية، وحطيت فيها شوية بصل مقصوص جويد. وعندي زوز قرينات فلفل أخضر حار، هذايا فلفل تونسي جبته من تونس وخبيته في الكونجيلاتور. باش نغطي الطنجرة بغطاء على خاطر فيه كمية متاع ماء. الفلفل راهو يصبر مدة طويلة، المهم دوبا ما تخرجوه من الكونجيلاتور تستعملوه في الوصفة متاعكم. حطيت 3 طريفات من البلون دو بولي، تنجموا تستعملوا الاسكالوب دو داند نفس الشيء. نقليوهم شوية مع البصل. باش نزيد نرحي عليهم سنة ثوم كبيرة. في نفس الوقت باش نحطوا الماء يسخن على النار باش نمرقوا من بعد بالماء سخون. نحيوا كل الجرينات متاع الفلفل بعد ما قليناهم. باش نزيد شوية بصل مقصوص، استعملت كعبة كبيرة قصيتها جويدة، حطيت منها شوية في التختوخ متاع الطاجين وشوية في الشوربة المفورة. وعندي 2 كويس دو بولي حطيتهم باش نقليهم مع كل بصل باش نطيبوا بيهم الشوربة. لهنا بعد ما تقلك الدجاج والبصل متاع الطاجين نفوحوه شوية تابل وكروية، شوية كركم، شوية سكنجبير، رشة فلفل أكحل، شوية ملح، زوز وريقات رند. وباش نمرقوه بالماء سخون ونخليوه يطيب، ما ياخذش وقت طويل، تقريبا 15 دقيقة 20 دقيقة يكون حاضر. ما تحطوش كمية كبيرة متاع ماء. نكملوا نقليوه الدجاج مع البصل على نار قليلة. من بعد ما تقلى الدجاج مليح زدت عليه نص حكة طماطم طازجة، ما يعادل زوز كعبات طماطم. وباش نزيد عليهم مغرفة كبيرة طماطم معجونة تومات كونسونتري. ونحركوا المكونات شوية، نزيدوا نقليوها الطماطم باش ما تجيش فيها طعمة القروصية. باش نزيد نرحي عليها سنين الثوم، تنجموا تهرسوهم في المهريس. زدت مغرفة صغيرة هريسة عربي دياري، وشللتك الحكة متاع الطماطم بشوية ماء مرقت بيه. وباش نزيد شوية حمص منفخ، الحمص هذا خرجته من الكونجيلاتور. وباش نفوحوا الطنجرة متاعنا شوية ملح، شوية تابل وكروية، شوية كركم، فلفل زينة حلوة، لفاح التونسي العادي. هاكا حطيت حتى شوية سكنجبير، كمية قليلة مش برشا. الدجاج يمشي معاه برشا سكنجبير، لكن إذا كان ما عندكمش تستغنوا عليه. نحركوا شوية الطنجرة متاعنا وباش نمرقوها بالماء سخون. حطيت زوز وريقات رند ونصبوا لها كمية باهية متاع ماء ما يطيب لنا المكونات، ونحطوا بزيد شوية باش نجموا من بعد نسقيو بيه الشوربة. تنجموا زيادة تعملوا فيها أنواع متاع خضرة كيما السفناريا البطاطا على حسب الرغبة متاعكم. أنا ما حطيتش فيها الخضرة، اكتفيت بالحمص. توا هزيت الطنجرة هذيا بدلتها على الكانون المتوسط نخليوها تطيب في راحتها. وفي نفس الوقت خذيت قلية صبيت فيها شوية زيت باش نطيبوا فيها السبناخ متاع الطاجين. أنا باش نستعمل سبناخ مجمد، هذايا نشريه مكعبات حاضر يتباع بالكيلو. فما منكم شكون سألتوني، هذايا راني نشريه حاضر، مانيش أنا اللي نحضره. وتنجموا تستعملوا سبناخ طازج، وباش تتبعوا نفس الطريقة تغسلوه مليح وتحطوه في قلية، تصبوا عليه شوية زيت وتغطيوه تخليوه يسيب كمية الماء اللي فيه. في المرحلة الأولى ما نزيدوا عليه حتى شيء. وتعديت لهنا باش نحضر الشوربة. عندي رطل شوربة لسان عصفور باش نفرخها في صحفة.
وباش ناخد كعبة بصلة صغيرة باش نرحيها على الشوربة. الطريقة هذه شفتوها معايا في فيديوهات سابقين. هذه تخلي الشوربة تطيب لنا بالكدا وتعطيها نكهة بنينة. نرحي وك البصل جويد باش نزيد عليها شوية ملح وشوية زيت، يا اما تستعملوا زيت زيتونة ولا زيت نباتي، ونخلطوها مليح وباش نحطوها في الكسكاس تتفور. نغطيوها بغطاء باش البخار متاعها يرجع عليها، ونخليوها تتفور المرة الأولى تقريبا 4 ساعة. ما تحطوش نار قوية باش المرقة متاعها ما تنشحش. ورجعت لهنا باش نتفقد السبناخ كما شفتوا بدا يسيب في الماء متاعو. نفس الشيء إذا كان تستعملوا سبناخ طازج باش تطيبوه بنفس الطريقة. استعملت تقريبا 350 غرام من سبناخ. رجعنا تو للسبناخ من بعد ما ذبل شوية وسيب كمية الماء اللي فيه. تو باش نزيدو نرحيو عليه 2 سنينات ثوم صغار، ونعملوا له رشه فلفل اكحل. الملح مانيش باش نحط فيه جمله على خاطر السبناخ بطبيعته مالح. نحركوه شويه ونزيدو نغطيو عليه تقريبا 3 دقائق ونرجعوا باش نتفقدوه. هذا هو السبناخ كيفاش نتحصلوا عليه. لازم ينشح من كمية الماء اللي فيه الكل. في الاخر راني نحيت عليه الغطاء وخليته نشح من الماء مليح. الدجاج متاع الطاجين حتى هو طاب. التختوخ لازم يكون عاقد بالشكل ذي، ما يلزمش يقعد فيه كمية متاع ماء. توا باش نطفيو عليهم النار ونخليهم يبردوا على جنب. وحضرت لهنا شوية خضرة باش نقص سلطة تونسية باش نعمل فيها فقوس وطماطم وبصل. إذا كان عندكم فلفل تنجموا تستعملوه، أنا اكتفيت بالفقوس والطماطم والبصل باش نقصها جويدة الوقت اللي برد فيها كالدجاج والسبناخ، وباش نتعداو ونحضروا الطاجين. كملت قصية السلطة باش نخلطها شوية ونفوحوها شوية زيت زيتونة، وباش نحطوا عليها شوية قارص، ملح وفلفل أكحل، وباش نحط لها شوية نعناع شايح باش نحطحطوا بين يديا ونخلطوها. وهذه هي السلطة متاعنا حاضرة. رجعنا توا للشوربة من بعد ما فورت التفويرة الأولى تقريبا 20 دقيقة. توا باش نفرغوها في صحفة وباش نسقيوها شوية نخلطوها ونعاودوا نرجعوها تتفور للمرة الثانية. ما تحطوش نار قوية، ما كانش المرقة متاعها في ساعة ما تنشح. طيبوا على نار قليلة. رجعنا توا باش نحضروا الطاجين. لهنا أول حاجة باش نفتفت الدجاج بعد ما برد شوية. أنا فتفتو بيديا نتحصلوا عليه سلوك، لكن تنجموا تقصوه بالسكينة على حسب الرغبة متاعكم. المهم تقصوه طريفات صغار. باش نزيدوا عليه التختوخ العاقد، نحيو منه كل الوريقات متاع الرند. وباش نزيد نستعمل 100 غرام جبن مرحي، هذه جبن متاع مقرونة الطعم متاعو بنين. ونزيدوا عليه السبناخ اللي طيبناه. باش نزيد عليهم شوية شابلوغ اللي هو الخبز اليابس المرحي باش يتشرب لنا السوائل اللي في الطاجين. ونخلطوا المكونات هذوما شوية ونخليهم على جنب. خذيت لهنا 6 كعبات عظم، زدت عليهم شوية خميرة متاع حلويات نصيف مغرفة صغيرة وشوية فلفل أكحل. وباش نزيد عليهم عصرة قارص ونخلطوهم شوية. وباش نزيدوهم على المكونات اللي حضرناهم في الأول. نصبوا توا الخليط متاع العظم ونخلطوا المكونات الكل في بعضهم. تكونوا حضرتوا البلاتو اللي باش تطيبوا فيه، تدهنوه مليح بالزبدة. انا البلاتو حطيت فيه الورق متاع الفرن ودهنته بشوية زيت هكاك يتنحى من بعد بكل سهولة. نصبوا الخليط متاعنا نحاولوا نستويه الكل. وعندي 250 غرام ريغوتا باش نقصها طريفات صغار ونوزعها على الطاجين الكل. تنجموا زيادة تخلطوها مع المكونات على حسب الرغبة متاعكم. حاولوا رصوها شوية في وسط الخليط. الفور تكونوا سخنتوه من قبل على 180 درجة، نار من الفوق ومن اللوطة. ندخلوا البلاتو متاعنا ونخليو الطاجين متاعنا يتحمر، ومن بعد نرجعوا باش نشوفوا النتيجة اللي تحصلنا عليها. رجعت لهنا باش نزينها كالسلطة، حطيتها في صحين وباش نزيد نزينها بكعبات زيتون أكحل، وهذه هي عنا حاضرة. رجعنا تو للشوربة متاعنا من بعد ما فورت المرة الثانية. خليتها تقريبا 4 ساعة. نحيت منها كالطريفات متاع الدجاج على جنب. وباش نعاودو نسقيوها توا للمرة الثانية. المرة دي ما نسقيوهاش برشا كما شفتوا سقيتها في الكسكيس باش نخلطوها شوية ونعاودو نفوروها للمرة الثالثة تقريبا 10 دقائق.
نأكد عليكم بالنسبة للمبتدئين ما تحطوش نار قوية، ما كانش راي المرقة في ساعة ما تنشح من الماء وما تلقاوش باش تسقيو الشوربة أو تقعد لكم نية. رجعنا تو للشوربة المفورة، هذه هي حضرت باش نعاودو نفرغوها في صحفة، وباش نصبوا عليها توا المرقة اللي قعدت لنا في الآخر بالكل، تقعد لكم مرقة خاثرة. نسقيوها بك المرقة ونخلطوها شوية ونخليوها تتشرب تقريبا 10 دقايق، ونرجعوا من بعد باش نشوفوا النتيجة اللي تحصلنا عليها. تجيكم طايبة في حقها ومفركة كل كعبة وحدها. تعديت باش نحضر حويجة حلوة باش نعمل كريم ديسير نوازيت. حطيت شوية لوز يتحمر في القلية، حطوله نار قليلة باش يتحمر يجي الطعم متاعو بنين من غير ما يتحرق. وعندي نص لتر حليب، حطيت منها 400 مليلتر في الكسرونة تسخن على النار، و100 مليلتر خليتها في الصحفة. وعندي باكو كريمة فانواز، هذيا بنكهة النوازيت، هذيا كريمة تونسية جبتها من تونس. نفرغوا كل باكو الكريمة في 100 مليلتر حليب، وباش نزيدو عليه 3 مغارف كبار سكر، ونخلطوهم شوية الوقت اللي يسخن فيه الحليب، وباش نخلطوهم بالفوي. سهلة طريقة تحضير الكريمة ذي وبنينة برشا. نصبوا توا الخليط اللي حضرناه في الحليب السخون، ونقعدوا نحركوا فيه بالفوي، ما نبطلوش على التحريك، حطوا نار متوسطة حتى لين الخليط متاعنا يعقاد. هذه هي الكريمة متاعنا حضرت، سهلة ما فيها شيء. من بعد ما عقادة مليح باش نزيد عليها مغرفة صغيرة زبدة، استعملت زبدة حيوانية، هذه تزيد تبننها وتخليها اونكتيوز. نجموا زيادة تزيدوا فيها الكريم فريش على حسب الرغبة متاعكم، وإلا تخليوها كما هي. نحركوها شوية، نذوبوا فيها الزبدة. تكونوا حضرتوا صحافي وإلا الكيسين اللي باش تفرغوا فيهم الكريمة، تفرغوها مباشرة وهي سخونة. باش نزيد نهروش لها شوية لوز نزينها بيه، وهذا هو الديسير متاعنا حاضر. نجموا تاكلوه في السهرية وإلا تخليوه للسحور. لهنا توا باش نحطها كشوربة في صحن التقديم. هذه هي بعد ما خليناها تشربت شوية، تجي طايبة مليح مفركة كل كعبة وحدها من أبن ما تاكلوا. الطريقة ذي راني شاركتها معاكم قبل في برشا فيديوهات، هذه هي نفس الطريقة ما بدلهاش. كملت زينتها بك التريفات متاع الدجاج، وحطيت عليها كل جرينات متاع الفلفل، وهذه هي عنا حاضرة. هذه الطاجين متاعنا حتى هو طاب وحضر، جاي ما شاء الله نودكم وما نشهيكم. لهنا دوبا ما خرجتوه من الفور باش نقصه هو سخون، من الأحسن تخليوه يبرد. لكن أنا لهنا توا باش نحضر شقان الفطر، كملت قصيته، يجي بنين برشا والشكل متاعو مزيان. وكما قلت لكم تنجموا تخلطوا فيه الريكوتا في وسطه. بالنسبة للشوربة اليوم كما قلت لكم ما طيبتش، قعد لي من البارح، عملت شوربة قمح، وتو نخلي لكم الرابط متاعها في صندوق الوصف. هذا هو شقان الفطر متاعنا لليوم، نودكم ومن شهيكم، ان شاء الله قسمكم في الجنة. اذا كان عندكم اي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم. نتقابلوا في وصفات اخرين، واخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. ان شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة، وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.